السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. وحشوني كتير خالص من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هنحضر مع بعض كيكة الشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة جدا في 3 دقايق بس. كله على بعضه كده في الخلاط، تطلع معاكي ناجحة ومظبوطة من اول مرة. يلا نسمي الله كده ونخش على الطريقة بتاعتنا على طول. اول حاجه هنا عندي كوبايه من اللبن وكوبايه من السكر وكوبايه صغيره من الزيت، كله على بعضه كده في الخلاط. اول خطوه هعملها زي ما انتم شايفين كده، نزلت بكوبايه من اللبن، كوبايه من السكر، كوبايه صغيره من الزيت، وكمان 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغامق. زي ما انتم شايفين كده. حطيتي اللايك ولا لسه؟ اوعي تنسي تحطي اللايك. هضرب ضربه كويسه لحد ما اتاكد ان السكر داب معايا. زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفرن بتاعي شغال قبل ما اعمل اي حاجه خالص في الكيكه على درجه حراره 180 علشان يدفى ويسخن كويس. ادخل في الكيكه تتفاعل معايا على طول. خلاص اتاكدت ان السكر داب. هاخد بالظبط نص كوبايه من الخليط اللي احنا عملنا اللي انا عملته ده، وهدخله التلاجة. طبعا كل ما يبرد او يسقع القوام بتاعه بيتقل اكتر من كده. تاني خطوه معايا حبتين من البيض بدرجه حراره المطبخ، هنزل بيهم كده على بقيه المكونات بتاعتنا. معلقه كبيره كده من الخل، معلقه واحده بس. وكمان نص معلقه من الفانيليا علشان ريحه البيض. دي الخطوه التانية. باقي خطوه واحده بس. الموضوع كله ما بياخدش بالظبط 3 دقايق او اقل كمان، كله في الخلاط. تطلع معاكي ناجحه ومظبوطه من اول مره. اتحداكي لو اول مره تعملي الكيكه بالطريقه دي هتطلع معاكي ان شاء الله زي العسل. وكمان هتكتبي لي في الكومنتات كده وهتدعي لي كمان. يعني الموضوع كله سهل وبسيط. تالت خطوه معاكي كوبايتين من الدقيق، طبعا نخلهم كويس وبنزل عليهم بمعلقه كده كبيره هرميه من البيكنج باودر. وبنزل بالدقيق تدريجيا، مش هنزل بيه كله مره واحده علشان الخلاط يقدر يشتغل معايا. وكمان لو نزلت بدقيق كله مره واحده هيكون في تكتلات. احنا عايزين كله يبقى زي بعضه، مش عايزين فيه اي تكتلات. هفضل كده كل شويه معلقتين معلقتين لحد ما اخلص الكميه كلها. لو انت اول مره تشوف الفيديو بتاعي او تخش عندي في القناه، يا ريت تنوريني كده بالاشتراك وكمان اللايك والكومنت الحلو. خلاص خلاص جربنا كده نخلص الخليط كله. يعني مش تضربوها زيادة عن اللزوم في الخلاط لحد ما بس تتعجن معانا او كله يبقى شبه بعضه بالظبط. هنقفل. وطبعا الصينية بتاعتي مدهونة مادة دهنية ورشة من الدقيق. انا عايزة اوريكم كده شكل القوام وهو نازل. ما شاء الله شايفين شكله خطير. ولا عصنا مضرب ولا عصنا طبق ولا بهدلنا مواعين ولا عملنا اي حاجة خالص. هو الخلاط والصينية فقط لا غير. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 بالظبط نص ساعة إلا 5. بعد تلت دقيقة كده أو ربع ساعة بختبرها. ما تخافيش، افتحي عليها بعد تلت ساعة بالظبط. عايزة تختبريها تشوفيها كده تبص عليها اختبريها. عايزة تفضلي نص ساعة إلا 5 طلعيها كده تطلع معاكي مظبوطة وزي العسل. شايفين الحجم بتاعها ما شاء الله، وخفيفة جدا. مش قادرة أقول لكم زي السحاب بالظبط. ما شاء الله. هنزل كده بالصوص اللي احنا شلناه في الاول ودخلته التلاجة. شايفين حتى لما دخلته التلاجة تحسوا ان هو تقل شويه. هنزل عليها كده وهي لسه سخنه. ما شاء الله كانت ريحتها عسل، ماليه البيت كده ريحه رهيبه. خلاص كده. انا حبيت تركية بسيطه من عندي كده، شويه كده من الشوكولاته المبشوره ادتها شكل وطعم تحفه. لو مش عندك ممكن تستغنى عن الخطوه دي تماما. هي خلاص صوص الشوكولاته اللي اتحط عليها كده اداها لون واداها شكل وكمان خلاها 100 فل وعشرة. لو عايزه تزودي كده بتعملي زي كده، تحطي شويه كده من الشوكولاته المبشوره، شويه جوز الهند اللي متاح عندك اعملي بيه.
شايفين شكلها؟ ما شاء الله. تعالوا نفتحها مع بعض كده ونشوفها وهي لسه سخنة مولعة. شايفين؟ انا عايزة اوريكم بس شكل البخار وهي طالعة كده من ال بنقطع حتة كده ما شاء الله. شايفين شكلها؟ وكمان خفيفة من جوه جدا، مش مكتومة كده وطالعة تقيلة، لا ده خفيفة زي السحاب بالظبط. شايفين؟ ما شاء الله. شايفين الصوص اللي احنا حطيناه من بره كده شكله حلو، وكمان بيديها طعم خطير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكمان ما تنسونوش في الاشتراك واللايك والكومنت الحلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.